مقيم لشبكة يذاعة عراقية صفرت يوم أدخب شبة مشاريت دورتة يذاعة أمواثة زعورة بشوتبتة كنشتة من يذاعية عليمة أهبه ديروثة ريشة شبكة يذاعة عراقية ميقرأ كريم حمادي هرهادخ هدمتة موتوات مهيمنة ميقرة سناء سعيد دورتة بشدعوتة قم عززتة مهيروثة يذاعية بريشة بصبواثة كويانة عراقية وخاميتة أتشنا يوثا. هذه الدورة تأتي ضمن السياسة الإعلامية للأقليات وتنفيذها من قبل شبكة الإعلام العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات وبشراكة مع مكتب رئيس الوزراء واتحاد دول الإعلام للأقليات وحقوق الإنسان. هذه الدورة أقيمت للارتقاء بالإعلام الأقليات اللي تتناولها مواضيع تخص الصحافة الاستقصائية والتحليل الخبري والتفاصيل الإعلامية الأخرى التي تتناولها شبكة الإعلام والاتصالات، وهذه سوف تكون هي بداية لعدة دورات مستقبلية. حقيقة الأقليات تحتاج هكذا دورة من ناحية أنه الجميع يعني ليس للجميع عفوا المعلومة الكافية عن مشاركة الأقليات في البلد. تحدث السيد رئيس الشبكة بنقطة مهمة جدا أنه هذه الأقليات تمثل مكون مهم في البلد وهي المكون الأساسي لهذه المجتمعات. مقرولة دكتور مجاشع محمد الآها أموروثة بوتيا ولتت مودع نواثة أننقاية قم عززتت مهيروثة ومصياثة يوذعاية وإستت إشقلياوة عمل بابي بريشة ومني أمواثة زعورة وأننقايوثة مملا مشتقلانا قو يوذاعة أثرايا وخوش ليتوتا من هارتا عمليتا قم طيوتة تشرارة مديلانة بزدقة أمواثة زعورة وقرر قو ممطيتة قالي. طبعا من المهم جدا أن يكون هناك تدريب مستمر بالنسبة للصحفيين والإعلاميين الذين يعملون في مؤسسات شبكة الإعلام العراقي ومن خارج هذه المؤسسات، لأن قضية المكونات قضية حساسة وتحتاج إلى معالجة مختلفة جدا. هو جزء من الإعلام ولكنه يختلف باعتبار أن هناك الكثير من تقاليد وقيم هذه المكونات، وبالتالي أن يكون هناك ضروري أن يكون هناك استحسان ودقة في معالجة هذا الموضوع. اليوم أول يوم كان افتتاح دورة تدريبية للTOT تدريب إعداد مدربين، ويعني ضمن الحضور من مؤسسات الدولة زائدا من أعضاء الاتحاد الدولي لإعلام أقليات وحقوق الإنسان. بصراحة هذا تركيز رائع من شبكة الإعلام العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات أنه تسلط الضوء على إعداد مدربين من مكونات الشعب العراقي. الدورة التدريبية هي دورة تأهيلية لشخصيات تم اختيارها أنه نعطيها دورة في مجال الTOT أنه لإعداد مدربين. هاي الشخصيات راح تكون أنه في التأطير لعمل المكونات أو لإعلام المكونات، فبالتالي يقدرون يوصلون معاناتهم أو إنجازاتهم بصورة أكثر واقعية وأكثر وضوح. وثايل آها دورتا المطيوتا قم سقبلتت أرخى بريشة ومديلانا بأن ملوئة كدبت بيش مطيوة تشرار دكتناية بوتسامد بث بالخانة وآها دورتا غزيتا ليصيبو تربتا من قبم دبرانوثة شباكة وأن نقايوثة أمينوثة دسنتا ومطورنتة بلاخة كل قطاع يذاعاية. مريم آشور قناة عراقية السورية بغداد.